همسة لقلبك. عارفين يعني ايه جلد الذات؟ يعني الواحد يفضل يلوم في نفسه ويعاتبها ويعاقبها على الأخطاء اللي ممكن يكون عدى عليها وقت كبير قوي، ويفضل جواه صراع رهيب انه انسان ما يستحقش الحياة وما يستحقش اي حاجة. بس طبيعي جدا ان الانسان يغلط، لاننا بشر، احنا بشر مش ملايكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ممكن نغلط عادي، بس هنا بقى لازم نفوق بسرعة ونستغفر ربنا ونتوب ليه. طيب لو غلطت تاني وتالت ورابع وكل شوية اغلط، اعمل ايه؟ تعال اقول لك حاجة جميلة قوي سمعتها عن محبة الله تعالى. بيقول لك ان عفو ربنا يستغرق الذنوب. عارف يعني ايه يستغرق الذنوب؟ يعني يجمع الذنوب كلها كده ويمسحها. فكيف حبه؟ فحبه يضيء القلوب، فكيف وده؟ وده يدهش العقول، فكيف قربه؟ ربنا سبحانه وتعالى غفور ودود. عارفين يعني ايه؟ غفور يعني بيغفر مرة ومرة ومرة، ودود في المغفرة. عمر الإنسان ما يكون مصر على الذنب والمعصية مادام بيستغفر ولو رجع 100 مرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب وأشهدكم أني قد غفرت له. كل مرة بيستغفر فيها من الذنب ربنا بيقول كده، ولما بيتكرر الذنب ويندم ويتوب ويندم ويتوب، ربنا بيقول: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويقبل التوب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له فلن يعود إلى الذنب أبدا. فربنا سبحانه وتعالى يخلي المذنب ده ما يرجعش للذنب أبدا ويتوب ربنا عليه. بس بيفضل حاجة بقى، بيفضل الشهود على الذنب. فربنا سبحانه وتعالى يخلي الشهود كلها تنسى الذنب ده حتى لا يبقى إلا الله الذي غفر الذنب. أحبك ربي. الحمد لله إن لنا رب بيغفر الذنب ويقبل التوب. يبقى بدل ما تجلد ذاتك وتفضل تلوم وتعاتب في نفسك، ارجع وتوب واستغفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقول يا رب. همسة لقلبك.